بس هقول لحضرتك على حاجه. ما دخلناش بس في نقطه ثانيه عشان نفتح مناقشه في كل السائر المصري عنده قاعده بيانات تفوق اللي عند الحكومه بسبب بسيط، لان احنا عندنا انترنت وعندنا الثوره اللي قامت من على الفيسبوك دي ثوره اطلاعيه وثوره تقنيه عاليه جدا. واقول لحضرتك ال10 مليون اغلبيه. ازاي ال10 مليون اغلبيه؟ في زميله احصائيه عملت احصائيه بسيطه على الفيسبوك ووزعتها على جروب كلنا خالد سعيد. قالت يا جماعه احنا 80 مليون صح؟ الرضيع اللي اتولد النهارده ده هينزل الميدان، يبقى هنعمل مستويات عمريه. اللي دون ال 18 واللي فوق ال 65 دول 40 مليون، طلعهم بره اللعبه يبقى عندنا 40 مليون. 4 مليون هجره مؤقته بتتحسب في الاستعداد يبقى 36 مليون. 2 مليون يعتبروا من رجال السلطه والقوات المسلحه والشرطه يبقى عندنا 34 مليون. طلع منهم ال 10 مليون يبقى 24. ال 24 دول اهل ال 10 مليون. انا بعتذر لك عن الاحصائيه دي، انا هرد عليك. ما احنا هناخد وندي، احنا ما وراناش حاجه، احنا عايزين نسمع ونفهم. احنا النهارده اللي بنقول عليه احنا بنضرب مثل. انا غير متحدث باسم الصوت ولا ليها علاقه. انا اللي بتكلم عليه انت النهارده الاحصائيات اللي احنا بنقول عليها دي كلها مش مظبوطه. احنا لو هنتكلم ديمقراطيه ليه؟ اولا انت الشيوخ استبعدتهم ليه؟ مش من حقنا نستبعد الشيوخ، الامهات مستبعدينهم، فوق سن كذا مستبعدينه. ما هو دي شرايح من المجتمع. يمكن الاستاذه لما اتكلمت في الاول الاستاذه رضا قالت ان كل الشرايح موجوده في ميدان التحرير. حاجه اخيره بس انا بس عايز اوصل معاك لهذه النقطه. ما تقدرش تستبعد. النهارده جاي كمان نقول ايه؟ احنا مش شعارنا من الاول ان الجيش والشعب واحد؟ ما هو واحد. لو الجيش النهارده كان مسمى او محسوب على السلطه اعتقد ما كانش ده موقفه. تمام. اقول حاجه بس اخيره. احنا عايزين نقول نقطه هامه جدا، وهي انا بسال سؤال: هل حضرتك النهارده انت مطالب حريه صح؟ تمام. وانا ليا الحق اتكلم وانت ليك حق تتكلم. تمام. وبقيه الناس اللي في البيوت دي كلها لها حق الكلام. تمام. هل هتتقبل الراي الاخر؟ تمام. هقول لحضرتك على حاجه. انا هقول حاجه بسيطه، ولنضع الاحصائيه جانبا ولو اني اثق في الناس اللي عملتها، لكن اقول لحضرتك حاجه بسيطه. صنع الثوره طلع 10 مليون، هم يقولوا لي هيطلعوا كام؟ برضه انت ما جاوبتنيش على السؤال. انا جاوبت حضرتك. هل هتتقبل؟ يا دكتور لا، اصل هو دخل معانا في البدايه قال الحقيقه، قال مواضيع هامه جدا. يعني قال لك النهارده الدكتور بايظ وفلان كذا بايظ والمستشفى البايظه وكذا، وكلها حقائق. وكلها حقائق. انا معترف لك انها كلها حقائق، بس خلي بالك من حاجه، ان هذا الكلام مش هيتحكم على النظام لوحده. دي كمان نفس الافراد، عندنا مشكله في الافراد كمان، خلي بالك. مش هي مجرد ان احنا بنتكلم على الدوله، احنا عندنا مشكله في الافراد. انا راجل دكتور النهارده لما ما اخدش بالي من المريض ما تزعلش مني، انا ما بقاش انسان ولا بني ادم ولا استاهل البس ضغط ابيض. واخد لي بالك؟ هنا بقى مش هي القصه الحساب فقط، لا ده انت عندك كمان اخلاقيات لازم تبقى موجوده. فانا بكلمك هنا سؤال محدد، هو هترضى بنتيجه الاستفتاء؟ طبعا انا مش هشيل مستبد عشان ابقى انا مستبد. في هذه الحاله هتمشي من التحرير؟ لو طلع 20 مليون قالوا امشوا هنمشي طبعا. تمام. اتفضل حضرتك. على فكره في دلوقتي نزل انه تردد